أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة تيجوري. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض سلسلة تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. البابا ديمتريوس الكرام، البطريرك رقم 12. قبل نياحة البابا يوليانوس البطريرك ال11 ظهر له ملاك في حلم وقال له اللي هيدخل لك بكرة بعنقود عنب هو اللي هيكون البطريرك اللي بعدك. وفعلا تاني يوم جاله واحد كرام اسمه ديمتريوس، وهو كان راجل كرام فلاح وبسيط، وهو في الحقل بتاعه لقى عنقود عنب طلع في غير اوانه. فلما لقى عنقود العنب قال اروح للاب البطريرك اديله عنقود العنب علشان اخد منه بركه. فالبابا يوليانوس حكى له اللي الملاك قاله له في الحلم، والبابا يوليانوس قال للحاضرين هذا هو بطريرككم من بعدي كما امرني الرب. في البدايه تيموثاوس الكرام رفض، ويقال انهم قيدوه بسلاسل من حديد. ولما تنيح البابا يوليانوس جلس تيموثاوس الكرام البطريرك رقم 12 على كرسي ماري مرقس في السنة العاشرة في حكم الإمبراطور كوموتوس سنة 189 ميلاديا، كما هو مذكور في كتاب سير البيعة المقدسة، وفي كتاب تاريخ الكنيسة القبطية مذكور إنه جلس في يوم 18 برمهات سنة 191 ميلاديا. طب مين البابا ديمتريوس الكرام؟ البابا ديمتريوس الكرام اتولد في مدينة اسمها أهناسيا في محافظة بني سويف من أب وأم مسيحيين وبيحبوا ربنا جدا، وعلموا ابنهم ديمتريوس حب ربنا. وديمتريوس كان فلاح، ولما وصل لسن الجواز باباه ومامته طلبوا إن هو يتجوز بنت عمه، فهو ما كانش موافق بس هم أصروا فاتجوز بنت عمه. ولكن هو ومراته كانوا نادرين نفسهم لحياة البتولية وعاشوا مع بعض زي الإخوات، وديمتريوس احتفظ بالسر ده هو ومراته بس. فلما البابا ديمتريوس بقى البطريرك في كتير من الشعب كانوا معترضين ازاي يكون البطريرك اللي هيجلس على كرسي ماري مرقس متزوج، مع ان وقتها ما كانش فيه قانون بيقول ان البطريرك لازم يكون بتول، لكن كل البطاركة اللي سبقوه كانوا متبتلين ومش متجوزين. وفي يوم ظهر لديمتريوس ملاك وطلب منه انه يظهر سر بتوليته للشعب، وقال له ما تسيبش الشعب يهلك من الشك. فوافق ديمتريوس، وتاني يوم كان البابا ديمتريوس بيصلي عيد العنصرة في الكنيسة، وبعد القداس طلب من رئيس الشمامسة انه يقول للشعب والكهنة اللي موجودين ما يمشوش لان البطريرك عايزكم، وطلب ان مراته تيجي جنبه. وفعلا مراته جت جنبه وحط جمرة من الشورية على هدومه وعلى هدوم مراته، ولفوا الكنيسة والجمر ما حرقتهمش ولا حرقت هدومهم. وكانت المعجزة دي كانت قدام كل الناس، وبعد كده قال لكل الموجودين على سر بتوليته. والكنيسة بتعيد بإعلان بتولية البابا ديمتريوس الكرام يوم 12 برمهات. كان البابا ديمتريوس عنده موهبة إنه هو في القداس وفي حد متقدم للأسرار المقدسة ويكون الشخص ده عامل خطية معينة، ربنا بيظهر الخطية دي للبابا ديمتريوس، والبابا ديمتريوس بيأنبوا عليها. حتى المؤمنين في كنيسة الإسكندرية كانوا بيحذروا بعض، وكل واحد بيقول للتاني إياك أن تخطئ فيفضحك الأب البطريرك قدام الشعب. كان البابا ديمتريوس راجل كرام وبسيط ما عرفش يقرأ ولا يكتب، فلما جلس على كرسي ماري مرقس قرر إنه يتعلم كل العلوم اللي ما تعلمهاش. فكان في أساتذة بتيجي يتعلمه، ولكنه في البداية ما كانش قادر يفهم العلوم. وفي يوم ظهرت له العذراء مريم وشربته مية، ومن وقتها عقله نور واتفتح على العلوم وبقى يجلس تحت أقدام المعلمين يتعلم منهم. وهو اللي وضع النظام الأباقطي اللي بيحدد ميعاد عيد القيامة، وهو اللي ضم الأربعين المقدسة مع أسبوع الآلام، ورسم 3 أساقفة. وفي عهده حصل اضطهاد على المسيحيين، وفي الاضطهاد استشهد والد أوريجانوس. والملك ساويرس وقتها نفى البابا ديمتريوس إلى مدينة اسمها أوسيم. ولما موجة الاضطهاد دي هديت عاد من النفي ورجع تاني لكرسيه في الإسكندرية، وعين أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية. وفي عهده ظهرت بدعة في بلاد العرب ملخصها بيقول إن النفس بتموت بموت الجسد، فأرسل لهم العلامة أوريجانوس علشان يفند البدعة ويقنعهم ببطلانها. وفعلا نجح العلامة أوريجانوس. وبعدها البابا ديمتريوس عين يراكلاس مدير لمدرسة اسكندرية. ولما كبر وضعف البابا ديمتريوس كانوا بيشيلوه على محفة علشان يعلم الشعب في الكنيسة. وتنيح البابا ديمتريوس الكرام وهو عنده 105 سنة في يوم 12 بابا سنة 232 ميلاديا، بعد أن جلس على كرسي ماري مرقس 43 سنة. بركة وشفاعة البابا ديمتريوس الكرام تكون معنا آمين.